الساعة 4 الفجر والناس دي كلها واقفة بالطوابير علشان يدوقوا طبق كشري، بس مش أي طبق كشري. الساعة 4 الفجر في الجيزة هتلاقوا المحلات كلها قافلة ما عدا مكان واحد زحمة بالمنظر ده يا جماعة، وكل الناس واقفة بتاكل طبق كشري. ده يا جماعة كشري السني، أشهر وأقدم محل كشري في الجيزة من 100 سنة وملوش فروع تانية وبيفتح من الفجر. وطبق الكشري اللي عامل الزحمة ده سره في الخلطة دي، فيفرش المكرونة البيضة وعليها الخلطة بتاعتهم ورز أبيض عليه سمنة، يقلبوا الكلام ده مع عدس وطماطم متبلة وورد وصلصة كده. الكشري خلص، الأوردرات تبدأ من هنا، الزحمة تدخل المحل من هنا. المنظر ده احنا مش الساعة 9 بالليل، احنا الساعة 4 ونص الفجر. باكل هنا من 2010 من وانا عيل صغير. كشري السني رقم 1 في مصر. انا خلصت كام روعه الحمد لله تمام. لا اختراع. وعمري يا جماعة ما تخيلت ان انا هاكل كشري الساعة 5 الفجر. كده جاهزين ناكل. هنا يا جماعة مفيش دقة، رز ابيض مختلف، طعم الخلطة بتاعتهم مختلفة، كشري نضيف جدا وقريب من طعم البيت. محتاج بقى ايه؟ طماطم متبلة ولكن هي حراقة، فانا مش هاكلها يعني عشان سمعت الناس بيقولوها، فانا هكمل في كشري السني. اول مرة اكل كشري الفجر في حياتي، واعتقد اخر مره. فمع احترامي لاي بلد في العالم، المنظر ده بالروح ده الفجر، الكلام ده مش هتلاقيه غير عندنا في مصر. كشري السني 100 ورقم 1 في الجمهورية. ابعتها له بقى. السلام عليكم.